النهارده بنزور مستشفى 57 بوفد من طلاب مدارس النيل المصرية على مستوى مصر من أكتوبر والعبور وبورسعيد والمنيا وقنا، وهي صرح للصحة والاعتناء بالأطفال. ومدارس النيل نفس الموضوع بس في مجال التعليم. جينا هنا عشان ننشر السعادة والبهجة على كل الأطفال اللي بيعانوا من مرضى السرطان، وإحنا جايين هنا كلنا علشان نشوف المعمل، نشوف الصيدلية، نشوف التقدم اللي بجد اللي بيحصل في الصحة، وزي ما في مدارس النيل بتحصل في التعليم بتحصل هنا كمان في الصحة. برضو المستشفى كان ليها دور في تنمية بعض الأبحاث العلمية لبعض طلاب مدرسة النيل فرع العبور، قدمت لهم الدعم الفني. أنا كنت شغال على بحث في مجال البيولوجيا الجزئية، كان في زي برنامج أسبوعين في أمريكا في جامعة كنت عايز أحضره في المجال دوت، فمن خلال مستشفى 57 وصلوني ب ECN USA، وهم اللي سفروني وهم راعوا الرحلة من أولها لآخرها. دلوقتي انا خلاص اشتغلت على البحث بتاعي وخلصته وعملت وكتبت كل التجارب، وان شاء الله يعني هنفذ التجارب ديت في مستشفى 57 في الفتره الجايه. بصراحه انا لما جيت 57 ما كنتش متوقعه اللي انا هشوفه ده. بصراحه المستشفى فخر لمصر والاجيال القادمه، عشان كده انا بحب المستشفى 57 تعمله، علشان هم بيشجعوا ويحفزوا الناس انها تبتدي تكمل شويه في البحث العلمي، وان هم يبتدوا يحطوا بصمتهم زي ما انا قلت في المجتمع اللي حواليهم. مؤسسة مستشفى 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة.